أكبر خطر بيواجه ولادنا في العالم الافتراضي مش بس الابتزاز، هو خوفهم منكم اللي بيخلي المبتز يسيطر عليهم. إزاي تكونوا الحصن اللي بيحميهم قبل فوات الأوان؟ الابتزاز الإلكتروني ما بيفرقش ما بين ولد وبنت، الهدف دايماً هو السيطرة. دوركم هنا مش عشان تخوفوا ولادكم، لكن إنكم تبنوا معاهم علاقة أمان تخليهم يجولكم أول ناس لما يحسوا بمشكلة. لازم ولادكم يعرفوا إن مهما كان الغلط اللي عملوه، صورة أو شات أو بيانات، أنتم أول ناس هتساعدوهم وتحموهم، مش هتجلدوهم. الخوف هو السلاح المبتز الأول، فبلاش تكونوا أنتم مبتز التاني. علموهم بوضوح يعني إيه النت ما بيفوتش حاجة، وإن أي صورة أو معلومات أو بيانات ممكن تتبعت ممكن تستخدم ضدك، وإن أي صورة أو معلومة بتتبعت ممكن تستخدم ضدهم. فهموهم إن الصور الخاصة مكانها مش الموبايل ولا الشات. عرفوا ولادهم إن في قانون بيحميهم اللي هي مباحث الإنترنت، وإنكم كأهل عارفين إزاي تتصرفوا قانونياً لو حد فكر يهدد. ده بيديهم إحساس بالقوة والاطمئنان. لو لاحظت انطواء مفاجئ أو خوف من صوت الإشعارات الموبايل أو توتر غير مبرر، اقعدوا معاهم بهدوء واسمعوا من غير أحكام مسبقة.